فتحي العيوني. نعم لله. مرحبا بك استاذ. مرحبا. يعيشك لله. تفضل. بربي اختي عربيه انا تدخلت علاش؟ لسبب وحيد. ايوه. وانه حفاظا على شرف المنبر نتاعك هذاك اللي انت توا قاعده فيه. ايوه. وشرف الحضور اللي قدامك والمناضله الشريفه العفيفه السيده سهام بن سدرين اللي تشرف في تونس وتشرف نساء تونس وتشرف ماضي وجهود وثوره التوانسه. انا حفاظا على شرفك المنبر هذاك وحفاظا على القناه اللي هي الى حد الان قامت بدور رائد في انها تواكب تحركات الشعب وتعبر عن طموحاته وتعبر عن تضحياته. فاني استغرب وعندكم الحق ونعرف هذا يصير للاسف الشديد حتى احنا في قطاع المحاماه ترى فيه كل يوم، وانه برشا ناس تصحى تتنقز على المنصات وتقدم في رواحها ابطال وتقدم في رواحها على انها ناس مقاومين ومناضلين واصحاب مبادئ. للاسف الشديد ضيفك السيد حمزه الشواشي اللي حاضر معك غاديكا راهو لا يمكن ان يشرف لا المحاماه ولا القضاء. يا اختي عزيزه تعرفني رزين ما نحبش نحكي في الناس، ولكن للاسف الشديد حفاظا على دماء الشهداء اللي يقتلوا وحفاظا على شرف الشعب التونسي وحفاظا على الانتفاضه العزيزه وحفاظا على المكاسب اللي الناس كل نظم من اجلها يعيشك. ومن فضلك اختي العزيزه حفاظا على المنبر العزيز وعلى القناه. راهو السيد هذا لا يمكن ان يشرف لا المحامين ولا القضاة، لان السيد هذا لما كان قاضيا كانت فيه الصفات اللي حكيها لكم الاستاذ عيد بالخمسه الكل، وهو محامي منبوذ ولا يحبه المحامون ولا يمكن ان ينتسب للمحاماه ابدا. ونحن في نطاق هياكل المهنه السيد هذا دخيل علينا والسيد هذا لا ينتمي الينا والسيد هذا وقع رفض ترسيمه من قبلنا، وانه قد وقع ترسيمه من قبل محكمه الاستئناف عن طريق ناس هو من اتباعه. ولذلك فان السيد هذا لا يمكن له ولا يحق له ان يتكلم اليوم على نضالات الشعب التونسي ولا على دماء الشعب التونسي، ولا يمكن له ان يركب حصان الثوره التونسيه. حفاظا اختي لكم انتم وحفاظا على القناه هذه واللي تعرفون ان ولدها وندافع عليها ونغير عليها وما نحبش حتى حاجه تشوهها ولا تمسها. واضح يا استاذ فتحي، ندائك وصل ودعوتك صريحه، دعوه الاستاذ فتحي العيوني صريحه، وعلى حسب ما يعلموني زملائي في قاعه الاخراج يا استاذ حمده دعوات كثيره تؤكد على لا خليني نوصل لك التعيكه، تؤكد انه لازم تنسحب من البلاتو الليله. هو صحيح شعار قناه حنبعل انه لا نقصي احدا، اكيد الناس الكل مرحبا بها، وسيادتك معناها حضروك زملائي معدين الحلقه هذه على اساس انك تضيف لهذه الحلقه، ولكن على حسب هو اضفت مكالمات هاتفيه، ولكن الدعوات صريحه. ثم شاعر يقول اذا جاءتك ملامه من ناقص ما كملش البيت، ولكن احنا الساعه ثم حاجه لكونه المحامين في العاده موجوده غريزه لكونه القاضي يكون قاضي يحاول يدخل محامي يعترضوا له. هذه حاجه ما العماده ما تتصرفش بالطريقه هذه، مش صحيح. اعترضت على ناس اللي هما في ثم اشياء اللي هما منافين لمهنه الدفاع على. خليني نكمل كلمه مش هذا المشكله. ارجوك ان تستجيب ربحا للوقت وحتى نفيد الناس الذين ينتظرون. ارجوك يا ارجوك ان تستجيب لنعمه. سي البشير وسي حمده لحظه، الدعوات واضحه، النداءات وصلت لتهدئه الجو شويه. خلينا نخرجوا ريبورتاج مثال سي حمده احتراما لماء الوجه التوانسه.